بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. فهذا بيان من الداعية الأزهري الأديب سيد سليم، عضو اتحاد كتاب مصر وخريج جامعة الأزهر، وفي الدعوة والأدب منذ ما يقرب من 30 عاما. أسوق هذا البيان بعدما تواتر إلي وشاهدت بعض الصور من أنباء تفجيرات أصابت الوطن، بل أصابت الإنسانية كلها. إن هذا الحدث أو تلك الأحداث التي لا تمثل دينا ولا تمثل وطنا ولا تمثل فكرا سقيما، إنما تمثل فكر أصحابها الذين تربوا وترعرعوا على كراهية الإنسانية كلها. إنهم كرهوا أنفسهم بدليل أنهم انتحروا، إنهم كرهوا الإسلام وكرهوا المسيحية وكرهوا اليهودية وكرهوا كل الديانات. إنهم لا يعبرون إلا عن مرض أعماهم، فطاشت أفعالهم وقاموا بما قاموا به. أن الله تبارك وتعالى هو العدل وهو الرحيم، ما أمر بقتل أحد، ما أمر بتشريد أحد، ما أمر بإهانة أي مخلوق كان. يقول الله تبارك وتعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. أي أن الله تبارك وتعالى يحب العادلين البارين بإخواننا أهل الكتاب. فكيف بمن أهانهم؟ فكيف بمن أقصاهم؟ فكيف بمن زاد وتعدى على أموالهم؟ فكيف بمن زاد أكثر وتعدى على الأرواح؟ إنه الفجر، إنه القبح. أن هؤلاء لا يمثلون الإسلام ولا يمثلون أي دين ولا يمثلون الإنسانية. إنهم خرجوا عن نطاق الأديان، عن نطاق الإسلام، عن نطاق المسيحية، عن نطاق اليهودية، عن نطاق الإنسانية. بل لا يوجد من الحبيب صلى الله عليه وسلم إلا الأمر بكل بر وخير. قال صلى الله عليه وآله: من ظلم معاهدا أو انتقصه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفسه فأنا حجيجه يوم القيامة. خصيمه الرسول صلى الله عليه وسلم، ولو أخذ منه شيئا بسيف الحياة. فكيف بمن اعتدى عليه بالقول؟ كيف بمن اعتدى عليه بالفعل؟ وكيف بمن اعتدى عليه وسفك دمه؟ هذا خصيم الله وخصيم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بل إن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما وصل إلى المدينة المنورة وكانت فيها ديانات، خاطب المجتمع الإنساني قبل أن يدخل على باب المدينة. قال كما روى سيدنا عبد الله بن سلام وهو على دين قومه، كان عبرا من أعبار اليهود، قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المدينة فانجفل الناس إليه وكنت في من انجفل، فنظرت إلى وجهه فإذا وجهه ليس بوجه كذاب. ثم قال: أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. خاطب الإنسانية كلها بحسن الصلة وحسن التعامل، بل إنه عاهد الجميع وعاش الجميع في سلام بوجوده صلى الله عليه وسلم، إلا من نكس على العهد فقد عوقب إنسانيا قبل كل شيء. إن هؤلاء يعتدون على المسلمين، وكم قتلوا من المسلمين وكم كفروا من المسلمين. فلا غرابة أن يعتدوا على الإنسانية كلها. إننا نعزي أنفسنا ونعزي كل مكلوم وكل جريح
فيما أصيب على هؤلاء الفعلة لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. خالص التعازي، أستغفر الله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.